السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض بقى صينية بطاطس بالفراخ، وهنعمل معاها كمان رز حباية وحباية. الفراخ دي هنديها كده تشويحة مع بعض، ونعمل منها شوربة عشان الناس اللي بتحب تشرب شوربة مع الرز والبطاطس. وهنحطها في البطاطس تستوي في الفرن، وهنعمل كمان رز حباية وحباية، والشوربة هتطلع رايقة جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، عايزاكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وكومنت كده جميل زيكم. تعالوا بينا نشوف هنحتاج ايه وهنعمله ازاي مع بعض. انا نقعت الفراخ في ميه وخل وملح وليمون. الخطوه دي مهمه جدا عشان خاطر تقتل اي ميكروبات في الفراخ، وتشيل اي زفاره او ريحه مش لطيفه فيها خالص. تمام كده. انا الفرخه دي كان وزنها 4 كيلو، فوزنها كبير. فقطعت كده الورك على اتنين عشان خاطر تبقى سهله معايا في التسويه. معايا هنا طماطم وبصل وجزر وفلفل اسود وحبهان وقرنفل ورق لورا. حطيت بقى كده حله على النار ونزلت بقى في الفراخ. لازم اقطع الورك على نصين، او الفرخه عموما هتكون على كام قطعه عشان خاطر تبقى سهله معايا في التسويه وتستوي معايا بسرعه. نزلت بقى بالفراخ كده في حله على النار، ونزلت عليها بالتوابل، الفلفل الاسود والحبهان والقرنفل والجزر والطماطم والبصل. اللي ما عندوش جزر ما يحطش، خلاص مش مشكله يعني. اهم حاجه البصل والتوابل بتاعتها. تمام كده. واديها كده تقليبه على الجنب التاني. كل جنب ياخد 3 دقايق كده ولا حاجه. اهم حاجه لازم تتشوح كويس جدا عشان خاطر ما يكونش فيها اي دم، وتكون سهله معايا في التسويه. تمام كده. بعد ما اتشوحت معايا كويس جدا، بغطيها كده بالميه واسيبها تاخد غلوتين كده في قلب الميه عشان خاطر تعمل معايا شوربه، عشان الشوربه دي هحتاجها للبطاطس. تمام كده. معايا هنا بطاطس متقطعه شرايح، ومعايا جزر. اللي حابب جزر يحط، مش حابب خلاص. ممكن نحط برضو فلفل اخضر برضو. ومعايا فلفل اسود وكمون وملح. ومعايا هنا كده بصلايه او بصلتين متوسطين او بصلايه كبيره. ومعايا طماطم معصوره في الخلاط. في خطوه مهمه جدا عشان خاطر طعم البطاطس بالفراخ دي تطلع زي طعم زمان. اول حاجه هعملها ايه؟ هقطع البصل شرايح كده زي ما انتم شايفين، واحط عليه الملح والكمون والفلفل الاسود، وادعكه كويس جدا جدا بايدي زي ما انتم شايفين كده. الخطوه دي مهمه جدا، بتنزل اي عصاره في البصل. فبالتالي لما احط الخضار عليها وتاخد غلوه كده على البوتاجاز قبل ما احطها في الفرن، بتاخد من طعم ايه زمان. تحس ان انتوا بتاكلوا ايه، اكل زمان بتاع الامهات بتاعنا اللي احنا كنا بنحبه ده. خلاص حطيت الخضار على البصل وبديله كده تقليبه عشان خاطر يتبل كويس مع البصل. وبنزل عليه وبنزل عليه بالطماطم المعصوره في الخلاط، وبحط عليه برده معلقتين زيت. في الوقت ده بتكون الفراخ عملت معايا شوربه. بحتاج برده ايه، كوبايتين 2 كده كبار شوربه، بحطهم على البطاطس عشان خاطر تستوي وتاخد من طعم الايه، الشوربه بتاع الفراخ، وتكون دسمه كده وحلوه. تمام ماشي. واللي حابب يستغنى عن الشوربه برضو مفيش مشكله عادي، الاكل اذواق. واللي حابب يستغنى عن الزيت ويستبدله بسمنه بلدي او زبده برضو مفيش مشكله عادي جدا. الاكل اذواق زي ما احنا فاهمين، اللي بيرتاح في حاجه وبيحب حاجه يعملها. تمام كده. نزلت بقى بكوبايتين الشوربه زي ما انتم شايفين كده. اللي حابب يستغنى عنهم ماشي ويحط مرقه برضو تمام شغال. واللي حابب يستغنى عن المرقه والشوربه برضو مفيش مشكله برضو شغال. تمام. الاكل اذواق زي ما احنا فاهمين. واظبط الملح بتاعي، لو احتاج ملح ازود ملح. تمام. بحطها بقى كده على البوتاجاز تاخد غلوتين معايا كده. وبعد ما تطلع من على البوتاجاز وتاخد غلوتين، اروح حاطه فيها الفراخ وادخلها الفرن تستوي معايا. تمام كده. خلاص كده بقى كانت خدت غلوتين معايا كده على البوتاجاز. بنزل بقى فيها الفراخ. دي انا عملت الوراك بس والجناحات، لان كان حجم الفرخه وزنها كده كبير. اول زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو، كان الدبوس بتاع الفرخه قد كف ايدي كله. تمام كده. خلاص وزعت الفراخ زي ما انتم شايفين كده. بشيل بقى من الصلصه اللي تحت بتاع البطاطس، واوزعها كده على الفراخ ووشها من فوق كده زي ما انتم شايفين، عشان خاطر لما تدخل الفرن وش الفراخ ديت كده يتحمر وياخد لون كده حلو احمر. اللي حابب بقى يخلي وشها لون اصفر مفيش مشكله. اللي حابب يديها اللون اللي انا بديهولها اللي هو الاحمر، الاحمر الذهبي ده برضه مفيش مشكله عادي. الاكل اذواق يعني، ما فيش حاجه اسمها لا وكده. لا، اللي بيحب حاجه ومرتاح في حاجه يعملها زي ما انا بحب كده. هنعمل بقى مع بعض الرز. دول 3 كوبايات رز. نزلت السمنه او الزيت، وعشان هعمل رز حبايه وحبايه خدت ملو كف ايدي كده وحطيته في قلب السمنه او الزيت. واحمر بقى كميه الرز ديت، وايدي فيها تكون على طول عشان خاطر ما ياخدش تبقى حبايه لون وحبايه تانية لون تاني. اهم حاجه التقليب المستمر عشان خاطر يبقى كله درجه واحده ولون واحد، لحد ما ياخد اللون اللي هو الذهبي او المحمر البسيط دوت. وبعد كده بعد ما ياخد اللون بتاعي، بنزل عليه بالرز وبظبط الملح بتاعي. دول 3 كوبايات رز عليهم 3 كوبايات
كوبايات ميه. الرز المصري بيحتاج الميه قد الرز، دول 3 رز بنزل عليهم ب3 كوبايات ميه. تمام كده. بعد ما نزلت الرز على الرز اللي انا حمرته، بنزل عليه بالملح واظبطه وانزل الميه عليه واقلبه. وبعد ما الرز دوت يشرب الميه، يغلي ويبتدي ان هو يشرب الميه بتاعته، بهد عليه شمعة خالص عشان خاطر ما يتحرقش مني ويتردد، او بمعنى اصح يستوي على مهله خالص ويكون براحته. تمام كده. خلاص الرز كان شرب الميه وابتدى دخل في مرحله اللي هي التسويه الاخيره، اللي هو كلمه يتردد. بهد عليه خالص بقى كده شمعة عشان خاطر ما يتلسعش مني ويكون مستوي براحته خالص. ماشي. اهم حاجه بقى ايه، الرز يكون معمول اخر حاجه عشان خاطر يبقى سخن مع البطاطس والفراخ. خلاص كنت خلصت خلاص. البطاطس اهي زي ما انتم شايفين واخده اللون اللي هو اللون اللي انا بحبه بالنسبه لي. اللي حابب يفتح عن كده ماشي تمام مفيش مشكله، اللي حابب يبقى اللون ده تمام مفيش مشكله برضو. الاكل اذواق زي ما احنا فاهمين، واللي بيرتاح في حاجه وبيحب حاجه يعملها. وبصوا دي الفراخ، بصوا الدبوس مالو الطبق ازاي، والشوربه رايقه جميله جدا ما شاء الله عليها. وده طبق الرز اللي هو حبايه وحبايه، مفيش احلى من الاكل اللي احنا اتربينا عليه بتاع زمان اللي بيدفي دوت. وجربوه كده عيبكم. يلا بقى، سلام عليكم، باي باي.